إليكم مشاهدين أهم عناوين أخبار اليوم. بعد سنوات من القطيعة، وفد من حماس برئاسة هنية يزور السعودية اليوم. عكس الطريق ليصطدم بالرصيف، راعي جيمس يثير غضب السعوديين. ولي العهد السعودي يعلن نقل 4% من ملكية الدولة في أرامكو إلى شركة سنابل للاستثمار. والآن إلى التفاصيل، لكن قبل ذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل بآخر الأخبار دائما. كشف مصدر فلسطيني مطلع الأحد أن وفدا رفيعا من حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية يبدأ الاثنين زيارة إلى السعودية هي الأولى من نوعها منذ سنوات. وقال المصدر للأناضول مفضلا عدم الكشف عن هويته إن وفدا قياديا رفيعا من حركة حماس سيصل إلى السعودية الاثنين، فيما لم يصدر تعليق فوري من الرياض لهذا الشأن. وأضاف المصدر الوفد بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ويضم كلا من خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج وعددا من أعضاء المكتب السياسي أبرزهم خليل الحي وموسى أبو مرزوق. وتبع من المقرر أن يلتقي الوفد بمسؤولين سعوديين للتباحث في عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني والإقليمي والقضايا الثنائية بين السعودية والحركة. وذكر أن ملف المعتقلين الفلسطينيين سيتصدر جدول أعمال زيارة وفد حماس، حيث من المقرر أن تستغرق عدة أيام. ورأى المصدر أن الزيارة تعد خطوة أولى مهمة على طريق استعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وحماس بعد سنوات من الفتور. وكانت آخر زيارة لحركة حماس إلى الرياض في عام 2015 حينما التقى وفد بقيادة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومسؤولين سعوديين في مدينة مكة المكرمة. وكانت السعودية تقيم علاقة طيبة مع حماس إلى أنها دخلت في مرحلة فتور ثم قطيعة خلال السنوات الأخيرة. وفي سبتمبر أيلول 2019 أعلنت حماس أن السلطات السعودية اعتقلت القيادي في الحركة وممثلها في الرياض محمد الخضري ونجله هاني ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين يحمل بعضهم الجنسية الأردنية. وفي أغسطس أب 2021 قضت المحكمة الجزائية السعودية بالحبس 15 عاما على الخضري بتهمة دعم المقاومة ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما. لكن في 19 أكتوبر تشرين الأول 2022 أفرجت الرياض عن الخضر ورحلته إلى العاصمة الأردنية عمان، كما أفرجت عن معتقلين أردنيين وفلسطينيين خلال فبراير شباط الماضي. وتأتي هذه الأنباء بعد تصريحات لموسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس في وقت سابق السبت أكد فيها أن حركتي ليست جزءا من أي محور سياسي أو عسكري. وقال أبو مرزوق في تغريدة على تويتر: حماس ليست جزءا من أي محور سياسي أو عسكري بغض النظر عن الاسم والعنوان. وأضاف: نحن حركة مقاومة إسلامية ونسعى لعلاقة مع كل القوى الحية في المنطقة والعالم، وليس لنا عداء مع أي مكون سوى العدو الصهيوني. وتابع: نشكر كل من يقف معنا مساعدا ومعينا، وليس هناك من علاقة مع أي طرف على حساب طرف آخر. أثار مقطع فيديو متداول غضب السعوديين لحظة وقوع حادث لقائد سيارة من طراز جيمس أثناء محاولة تجاوز الطريق مسرعا بطريقة مخالفة أثناء مرور مركبة أخرى. وبدأ الفيديو بلحظة انتظار المركبة عند فتحة أحد الطرق محاولا الدوران للاتجاه المقابل، لكن سيارة أخرى لم تنتظره وقررت قطع الطريق. وعلى ما يبدو أن هذا التصرف أغضب قائد جيمس، حيث بدأ يلاحق السيارة الأخرى بسرعة شديدة، لكنها لم تفتح له الطريق، ما أدى لانحرافه فجأة واصطدامه بالرصيف. وتصدر المقطع ترند تويتر في السعودية،
حيث أثار استياء بين المتابعين لأنهم رأوا أن قائد هذه المركبة يمثل شريحة من السائقين العدوانيين الذين يشكلون خطرا على حياتهم وحياة الآخرين. يذكر أن الإدارة العامة للمرور طلبت عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائد السيارات بضرورة الابتعاد عن المراوغة بسرعة بين السيارات والالتزام بتنظيمات السير على الطرق. وأوضحت الإدارة مخاطر المراوغة بسرعة بين السيارات وهي كالتالي: مخالفة للأنظمة المرورية وتعريض سلامة مستخدمي الطرق للخطر، وترفع نسبة وقوع الحوادث وتزيد صعوبة التحكم بالسيارة. والغرامة المالية للمراوغة بين السيارات على الطرق العامة تتراوح بين 3 و6 ألف ريال، وقد ورد ذلك بجدول المخالفات المرورية. أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد إتمام نقل 4% من ملكية الدولة في شركة أرامكو إلى الشركة العربية السعودية للاستثمار سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وقال ولي العهد إن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في أرامكو يأتي استكمالا لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل وتنويع موارده وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأضاف أن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي وتصنيفه الائتماني. وأوضح أن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو بعد عملية النقل بنسبة 90.18% من إجمالي أسهم الشركة. وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة ماض في إطلاق قطاعات جديدة وبناء شركات اقتصادية استراتيجية وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية. أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان صباح اليوم الأحد اتصالين هاتفين مع كل من رئيس مجلس سيادة الانتقالي في السودان الفريق الأول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس سيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو. وجرى خلال الاتصالين بحث الأوضاع الراهنة في السودان، حيث أكد وزير الخارجية السعودي على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري بما يحافظ على مقدار ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق. وشدد وزير الخارجية خلال محادثته مع الطرفين على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.